يؤسفنا جدا وأن نتطرق إلى هذا الموضوع، لكن لازم أن نتطرق إليه، لازم أن نتحدث عليه، لازم أن نقف في وجه هؤلاء، لأن تصرفاتهم غريبة، تصرفاتهم مؤسفة، تصرفاتهم حزينة، تصرفاتهم لا تليق برياضيين، تصرفات لا تليق بأبطال بأتم معنى الكلمة، لأن الرياضيين والأبطال يكونوا بعيدين كل البعد عن العنصرية. لكن جاء على لسان هذا اللاعب، والله أحيانا خير ما نسميه، لكن مشان تعرفوا مين، ستيفان فرويد اللاعب الألماني، غريب جدا، أكثر تفاصيل بأكثر دقة وموضوعية في هذا التقرير لياسين بن منور. قضية عنصرية جديدة في أوروبا بعد تلك التي تعرض لها نيمار في بداية الموسم. هذه المرة الضحية لاعبان عربيان، الجزائري نبيل بن طالب والمغربي أمين حارث لاعب شالكة الألماني القابع في ذيل الترتيب. القصة بدأت من تصريحات أدلى بها نجم الفريق سابقا وبطل أوروبا مع المانشافت عام 96 ستيفن فرويد، بعد رفض اللاعبين الجلوس على كرسي الاحتياط، ووجه لبن طالب عبارات عنصرية. أنا شخصيا أعرف نبيل بن طالب عندما كان في توتنهام، إنه لاعب فرنسي من أصل جزائري. إذا لم يكن لديك مخططون جيدون في الفريق فإنك تتعاقد مع مثل هؤلاء اللاعبين الذين تكون شخصيتهم عدوانية وغير منضبطين. فرويد انتقل من بن طالب إلى الدول المغربي أمين حارث ووجه سهامه لأصوله العربية. حارث أيضا مغربي ومن نفس الأصل، لا يمكنه فعل أي شيء بتلك الجذور، إنه غير مستعد لمنح قلبه للنادي. أعتقد أن شالكي اشترى لاعبين سيئين. تصريحات أحيت جراح العنصرية في أوروبا، مما دفع بإدارة الشالكة إلى التملص من تصريحات نجمها السابق. تصرفات حارث وبن طالب ليست لها أي علاقة بجذورهما وانتمائهما. بالنسبة لنا ما قام به اللاعبان بعيدا كل البعد عن أصولهما. الإعلام العربي والأوروبي تفاعل مع تصريحات فرويد ونعتها بالعنصرية، ووجهت سهام النقد للنجم الألماني وحتى لفريق شالكة الذي تعامل بشكل انتقائي تجاه اللاعبين مغاربيين، ولم يقم بالتصرف نفسه مع الفرنسي بنيامين ستامبولي الذي تصرف بنفس تصرف اللاعبين. ستيفن فرويد وبعد أن وجد نفسه محاصرا حاول المرافعة عن نفسه من خلال التذكير بسيرته الذاتية علها تشفع له. أي شخص يعرف القليل عني وعن مسيرتي كلاعب ومدرب يعلم أنني أكره بشدة كل أشكال العنصرية. بالطبع لا يعتبر لون البشرة أو المعتقد أو الأصل أمرا حاسما لأداء اللاعب في التدريبات وعلى أرض الملعب. ثم أعقب تلك التغريدة بتغريدة أخرى اعتذر فيها للفريق دون أن يعتذر للاعبين. لا أحد منزعج أكثر مني نظير ما قلته. للأسف لقد عبرت عن نفسي بشكل مخادع في البث المباشر على التلفزيون. أعتذر بالصدق عن هذا لشالكة. الدولي الجزائري نبيل بن طالب كان له تعقيبا مقتضبا على فرويد، حيث لامه بطريقة محترمة. عندما تتحدث بكثير من البراعة، كم أنت لبق يا شتيب. لكن الرد جاء اليوم من مدربي منتخب الجزائر جمال بلماضي الذي طالب بتدخل الفيفا لوقف مثل هذه الممارسات ووضع حد للعنصرية.